يعني كل أب وأم يتابعني الآن أو كل طالب يتابعني الآن، أقول إذا أردت أن تتقن شيء، يعني شيء يوفر عليك وقت، اتقن فنين: فن الخطابة وفن الكتابة. هذا الفن اللي يعني فورد أحد رؤساء أمريكا يقول: لو قدر لي أن أعود لمقاعد الدراسة ركزت على مهارتين: الخطابة والكتابة، وكلهم عبارة عن تعبير. وانا ايضا اطلق على يعني انا كثير مركز من 2009 على موضوع انك كيف تصنع متحدثين. لماذا مركز عليه حتى مع الاطفال، حتى مع ابنائي؟ لان اتوقع انا اسميها ام المهارات. ام المهارات لان في ام وعندها اطفال. ايش يعني الولد يجي يقف امام جمهور ويتحدث مثلا ربع ساعة دون ربكة؟ يعني رقم واحد عنده ذكاء ذاتي عالي، فاهم نفسه، فاهم مشاعره، قادر يتعامل مع مشاعره. اثنين، عنده ذكاء اجتماعي عالي، قادر يتعامل مع أمزجة متعددة من البشر اللي حاضرين أمامه. ثلاثة، عنده ثقة بالنفس عالية، ما عنده تشوه معرفي، هو قبل نفسه وقبل أن يقبلوها الناس بهذه النفس التي وقف فيها. أربعة، عنده ذكاء لغوي عالي، ما يستطيع يتكلم ربع ساعة وما عنده ذكاء لغوي عالي. خمسة، عنده ذكاء حركي عالي، كيف يتحرك في المنصة، وكيف لو أعدد لك يا أختي مديحة ما بخلص، لذلك أسميها أم المهارات وأبنائها كثير. ليش أنا يعني أكلف على نفسي يدخل دورة في الذكاء الذاتي، يدخل دورة في الذكاء وأيضا مع ذكاء عاطفي عالي؟ يعني لأن أنت في القاعة التدريبية أو لما تتكلم في ربما واحد يستفزك في كيف تتحكم بمشاعرك، كيف ما تنفعل. هذه يحتاجها أنا. خلاص الموضوع أحجز عندنا، موعد الموضوع معك. عندنا. زين، فلاحظي معي، يعني هي مهارة واحدة تعلمها ابنك وانت تسقل معاه كثير من المهارات. لذلك دائما نقول للأمهات والآباء: أجمل مهارة تعلمها ابنك هو أن يقف أمام الناس ويتحدث. نعم. يعني سحر بعدين يصير مع الابن، صحيح. حتى على فكرة تحصيليا ترى، نعم. لأنه يبدأ في المدرسة يشارك، هي. يبدأ يكون معلم صغير، يبدأ يروح إذاعة مدرسية، يبدأ لو في نشاط. يكتسب ثقة أكبر أحسنتي، في رائع. نفسه. نعم. وإذا اكتسب ثقة أكبر يعني فعلا يستطيع يتخذ قرار بعد ذلك. في لحظة شفت تسلسل، يتخذ قرار، نتخذ قرار إذا يستطيع أن يحل مشكلات. نعم. إذا حل مشكلات إذا عنده تفكير ناقد، إذا عنده تفكير ناقد إذا قادر عنده شيء اسمه تفكير التحليلي. كلها سبحان الله، لأنه ما يقدر أنا ربع ساعة يتكلم فيها الابن بطلاقة بارتجال، أتوقع يحتاج لها شيء من الجهد إنه يبذله. وبالتالي أنا أتوقع هذا دعوة لكل أولادنا وبناتنا اللي يتابعون الآن، والأمهات والآباء والمسؤولين في الوزارة. أنا وزارة التربية والتعليم أقول لهم: لو أنتم فقط يعني تمكنوا الأبناء إنهم يتحدثوا، والله كانت الدنيا بخير.